بتبدأ يا ريت تصلي على النبي. بيبدأ فيلمنا مع طفل اسمه دانيال ومع أخوه وهما بيجروا في بيتهم، ووراهم حد مجروح بيطلب النجدة. لحد ما بيوصل دانيال للدولاب وبيخبي أخوه فيه، وبيلاقي الشخص المجروح بيستنجد بيه عشان يخرجه من البيت فورا. فبيصرخ دانيال لأهله عشان يعرفوا مكانه، وبيظهر ناس معاهم أسلحة وبيحاصروا الشخص ده، ومعاهم واحدة لابسة فستان فرح وعمالة تصرخ على تشارلز جوزها المجروح. وهو كمان بيستنجد بمراته هيليان، وكل أهلها بيمنعوا عنه، وبيضربوا تشارلز بسهم تاني في جسمه، وبياخدوه في أوضة وبيقفلوا عليه جوه. وتعدي 30 سنة وبتظهر العروسة جيريس، وهي في ليلة فرحها مع أليكس في قصر عيلته، وبتجهز نفسها للفرح. وبيدخل أليكس عليها عشان يطمنها، وبيقول لها إن أهله والضيوف كلهم مستنيينه. وبيقول لها أليكس إنه بيديها فرصة أخيرة تهرب معاه بعيد عن أهله، ومش لازم تبقى بشكل رسمي، دي من عيلته، عيلة لودوماس والمشهورة بمملكة الألعاب، لكنها بتقوله إنها بتحبه وهتحب أهله عشانه. وبيبان فعلا إن عيلة لودوماس عيلة غريبة محدش فاهمهم ولا حد طايق جريس، لأنها بتسعى ورا فلوس أليكس وبس. وبيتم الزواج بينهم بنجاح، وبعد ما بيطلعوا أوضتهم وقبل ما يحصل حاجة بينهم بتبص جريس قدامها، بتلاقي هيليان عمة إليكس واقفة وبتقول لأليكس إن مفيش وقت والعيلة كلها مستنياهم تحت. وبتنزل من باب الخدم الموجود في الأوضة، وبيقول لها أليكس إن ده ممر للخدم منتشر في البيت كله. فبتسأله جريس مين اللي مستنيها، وبيشرح لها أليكس إن ده اللي بيحاول يبعدها عنه، وإن من تقاليد العيلة لما فرد جديد ينضم ليهم بيلعبوا لعبة معينة وهم كلهم متجمعين، واللعبة دي هي اللي بتختارها. وأما بتختار من ضمن ركوب كتير قدامها، وكل الألعاب دي اللي اخترعتها عائلة لودوماس، وإن ده بالنسبة للعيلة أهم من الزفاف نفسه. وبيسيبها تجهز نفسها وبينزل لوالده توني، اللي بيسأله هيعمل ايه لو سحب البطاقة أخطر لعبة في الإكس. ما بيردش عليه، وبتكون جريس انضمت لباقي العيلة في أوضة الموسيقى، وبتقابل بيكي حماتها واللي بتشكرها إنها رجعت ابنها ليهم وخلته يدخل بيتهم تاني لأنه كان مقاطعهم. وبتدخل عليهم إيميلي أخت أليكس ودانيال، ومعاها فتيش جوزها. وبتتجمع كل العيلة على ترابيزة ألعاب كبيرة، وبيحكي توني قصة جدهم الكبير فيكتور، وإنه أول واحد عمل محل ألعاب ورق أثناء الحرب، وشغله كان ناجح لحد ما في يوم كان في رحلة بحرية واتعرف على واحد اسمه لوبل، وفضلوا هما الاتنين يلعبوا بالورق ساعة لحد ما لوبل قال لفيكتور إنه عنده تحدي، ولو نجح فيه هيموله أي مشروع هو عايزه. واداله صندوق مقفول، وكان اللغز إنه يفتح الصندوق قبل ما السفينة توصل للمينا. ونجح فيكتور في فتح الصندوق، ولوبل مول مشروع في الألعاب الورقية، وبقت عيلتهم أغنى عيلة معروفة. ومن ساعتها بقى من تقاليد العيلة إن أي فرد ينضم جديد للعيلة لازم الصندوق يختار له ورقة معينة بتدل على اللعبة اللي هيلعبها الفرد ده. وبيدوروا الصندوق لجريس، واللي بيختار لها لعبة الاستغماية. وبيتصدم دانيال وأليكس لأنها أخطر لعبة موجودة في الصندوق، وهي نفس اللعبة اللي كان بيلعبها تشارلز جوز هيليون من 30 سنة. وبيكون تشارلز مش معاهم، مع معنى كده إنه مات. وبياخد توني بيقول لها إنها تقدر تستخبى في أي مكان في البيت، وهيدوروا عليها لحد الفجر، ولو ما لقوهاش يبقى كسبت اللعبة، وإن كل كاميرات المراقبة هتنتقل عشان ما يبقاش ليهم أفضلية عليه. ده غير إن كل أبواب القصر بتتقفل أوتوماتيك، وإنهم هيعدوا من 1 ل100، وبعدها بيدوروا عليها في البيت. وبتجري جريس عشان تستخبى منهم، وبيكون باقي العيلة بيجهزوا نفسهم الأسلحة اللي متعلقة على الحيطان عشان يطاردوا جريس. وبتكون مستخبية في مصعد المطعم وقاعدة مستنية تكسب، لكنها بتزهق من القعدة وبتقرر إنها تروح على أوضتها. وبتلاقي إن أليكس شادتها للأوضة فورا عشان يحذرها من اللي بيحصل في عيلته. وقبل ما بيشرح لها بيلاقوا المربية بتاعت جورج ابن أميلي بتدور عليه، وبتدخل عليهم أوضتهم فبيستخبوا منها فورا. وبتيجي المربية تطلع من الأوضة بتاخد طلقة في وشها من مسدس إيميلي، ولا قتلتها لأنها فاكراها جريس. وبتنادي على والدتها عشان يشوفوا اللي عملته، فبيقول لها إن المفروض تضربها في جسمها مش في وشها، لأنهم عايزينها حية للطقوس اللي هيعملوه ويقتلوها فيه. وبينتقل الجثة بسرعة بره الأوضة، وساعتها بيقول أليكس من على الأرض، بياخد جريس معاه وبيقول لها إنها اختارت الورق الوحيدة اللي خطيرة من ضمن الورق كله، وهي لعبة الاستغماية، وإن أهلها لازم يقتلوها قبل ما الشمس تطلع، وإلا هتسيبهم لعنة لوبل وهتقتلهم كلهم. وبيقول لها إن اللعنة كانت هتصيبها في نفسها لو اتجوزته ورفضت تلعب معاه، وساعتها كانت هتموت زي ما عمه الكبير حصل له هو ومراته. ونفس الموضوع على بنت عمه اللي ماتت لنفس السبب. وبيقول لها تفضل في ممر الخدم لحد ما توصل للمطبخ، وهو هيروح يفتح لها الأبواب لكنها بتغلط وبتخرج من باب غلط. وبتلاقي نفسها متحاصر بين هيليان وتوني من ناحية، ومن إيميلي من ناحية.
ولأن إيميلي بتكون شبه سكرانة بتفضل تضرب بالمسدس بتاعها ناحية جريس وما بتعرفش تسيبها، وبتكون السبب في إنها تهرب منهم بسرعة قبل ما يمسكوها. وبتستخبى في أوضة البلياردو، لكنها بتلاقي دانيال طالع من ممر الخدم اللي جنبها، ويبص لجريس وبيقول لها إنه جاي يشرب حاجة وهيديها 10 ثواني تهرب. وبعدها يقول إنها شافها وبيبان عليه إنه مش مهتم باللعب أصلا، ويستنى فترة وبعدها بينادي على أهله وبيقول لهم إنه قابلها هنا لكنها هربت منه. وبتدخل عليه إيميلي وهي بتعيط لأن المسدس بتاعها ضاع منها وبقت من غير سلاح، فبيدي جوزها أليكس بتاعه وبيخليها تشيله. وأثناء كلامهم بتدخل عليهم المربية التانية عشان تبلغهم بمكان جريس، ولكن قبل ما تكمل كلامها بتضرب إيميلي السهم اللي معاها بالغلط وبيدخل في باقي المربية وبيقتلها. وبتفضل إيميلي تعيط بسبب إنها فاشلة وما بتبقاش إلا مربيات بس، وبيقرروا كلهم إنهم يشغلوا الكاميرات عشان الوقت بيمر ولازم جريس تموت قبل الفجر. وبتكون جريس وصلت لأوضة الموسيقى وبتاخد سلاح من على الحيطة عشان تحمي نفسها بيه، وبتتحرك على المطبخ زي ما أليكس قالها، لكنها بتلاقي الطباخ موجود فبتستخبى منه قبل ما يشوفها. بيكون أليكس قدر يفتح الكاميرات والأنوار وقفل الأبواب عشان جريس تهرب من البيت، بس الطباخ بيكون واقف على باب الخروج فبتظهر له بالسلاح بتاعها وبتضرب عليه، لكن ما بيحصلوش حاجة وبيقول لها إن الذخيرة للعرض بس مش أكتر. فبتضربه ببراد الشاي وبتهرب من المطبخ قبل ما يمسكها. وبيكون توني دخل على أليكس أوضة المراقبة وبيعرف إنه ناوي يهربها من القصر، فبيضربها على راسه وبينقله الأوضة بتاعته وبيكتفه في السرير عشان ما يهربش منه. وبيتكلموا عن إنه الوحيد اللي كان شاذ عن العيلة، وجريس هي اللي رجعته للبيت، وإنه بيحبها جدا وكان ممكن يعمل أي حاجة عشان، فلازم يفضل متكتف. وساعتها بتكون جريس سامعة كل اللي بيحصل لأنها مستخبية على سطح القصر، وبتتنطط للجنينة وبتفضل تجري لحد ما بتستخبى في اسطبل، وبتلاقي إن جورج هو اللي ماسك الكشاف وجاي وراها، وبتكون فاكرة إنها في أمان منه، لكنه بيكون مجنون هو كمان زي بقية عيلته، ومعاه المسدس بتاع أم إيميلي، وإنه خده لما وقع منها وبيضربها بالمسدس. وبتيجي طلقة في جريس وبتسيب ايديها فبتضرب جورجي وبيغمى عليه، وبعدها بتوطي عشان تاخد منه الكشاف بتاعه، فبتلاقي خروف وبترجع بسرعة لورا وبتقع في بدروم الاسطبل واللي بيكونوا عاملينه قبر، لكن اللي اتقتلوا في القصر. وبيكون جنب جريس تشارلز جوز هيليان اللي قتلوه من 30 سنة. وبتفضل تحاول تطلع بإيد واحدة من على السلم المكسور قدامها لحد ما بتوصل لفوق أخيرا، وبتقطع حتة من فستان فرحها بتلفها على ايدها المصابة وبتجري ناحية سور القصر عشان تهرب منه. وبتاخد شيري مرات دانيال وبتبلغهم في القصر إنها هربت ناحية الغابة، فبيروح الطباخ وراها عشان يطاردها ويبلغهم كل الجديد من خلال التليفون لحد ما بيقدر يوصلها وبيهجم عليها، لكنها بتخربشه في وشه وبتقدر تهرب منه. وبتاخد عربيته منه وبتهرب بيها وبتتصل بخدمة العملاء الخاصة بالعربية عشان يتصلوا بالشرطة، بس خدمة العملاء بيقولوا لها إن واضح عندهم إن العربية مسروقة وإنه مضطر يوقف العربية عن العمل ويفصل الطاقة عن العربية، وبتفضل قاعدة في العربية على أمل إن الشرطة تجيلها، لكن بتلاقي الطباخ جنبها وبيكسر إزازة العربية وبيضربها برصاص التخدير، وبينقل في الكنبة الخلفية وبيتصل بتوني عشان يطمنه إنه قبض خلاص على جريس وإنه في طريقه له. ويكون فرحان جدا إنه قبض عليها لحد ما بتفوق من المخدر بتحاول تتحرك من مكانها، وبتضرب الطباخ لحد ما بتكون السبب في قلب العربية وبيغمى عليها فترة بسيطة، وبعدها بتفوق وتحاول تهرب من العربية لكنها بتلاقي دانيال قدامها وبيضربها تاني بالبندقية عشان ينقلها للقصر، وبيكون عارف إن توني أبوه بيراقبه. وبينقلوا جريس للقصر وبيجهزوا كلهم الطقوس للتضحية بجريس، وبيكون الكل لابس لبس معين ومكثفين جريس قدامهم وبيشربوا شراب معين، وبيمثل دانيال إنه شارب معاهم لحد ما كل الموجودين بينزفوا مرة واحدة بسبب إن دانيال كان حاطط سم في اللي هما شربوه عشان يتعبوا مؤقتا مش هيموتوا. بيفك جريس بسرعة عشان يهربها، وفي نفس الوقت بيقدر أليكس إنه يهرب من أوضته اللي متكتف فيه، وبيهرب دانيال وجريس من الأوضة، لكن شيري مراته بتطاردهم وبتهدده بالمسدس إنه يسيب جريس لأنهم لازم يضحوا بيه، بس بيرفض، فبيكون سبب إن شيري تضربه بالنار وتقتله. وبتجري جريس عليها وبتضربها وبتهرب، وبيحاول توني إنه يمنعها من الخروج، فبتاخد الكشاف اللي جنبها وبتضرب بيه، وبعدها بترمي الكشاف من ايديها فبتولع في الستارة، وتلاقي قدامها وبتهجم عليه بيكي قدامها وبتقول لها انها لازم تموت عشان تنقذ اهلها بالرغم من حبها ليها، الا انها بتحب اولادها وجوزها اكتر. وبتقدر جريس انها توصل لصندوق الالعاب وبتضرب بيكي بيه وبتفضل تضربها بيه لحد ما بتقتلها. وبيدخل أليكس عليها بعد ما قتلت امه، بيقول لها ان دانيال كمان مات وانه مش هيسمح لباقي عيلته انهم ينتوا عشان واحدة زيها.
ويكتفها وبينادي على باقي عيلته عشان يقتلوها ويكملوا الطقوس التضحية قبل ما الشمس تطلع. وبتدي هيليان السكينة لأليكس عشان يقتل جريس بيها، وبدل ما يطعنها في قلبها بتقدر تفلت منهم وبتيجي طعنة في كتفها، وبتكون الشمس طلعت، فكل العيلة بتترعب وبيكونوا مستنيين انتقام لوبل منهم. بينفجروا واحد ورا التاني بسبب اللعنة اللي عليهم وفشلهم في قتل جريس قبل طلوع الشمس. وبتاخد جريس بالها من شبح لوبل انه قاعد على الكرسي وانه كل كلامهم كان حقيقي، وتسيب البيت وهو بيولع وراها وكل افراد لودوموس ميتين. وبتفضل قاعدة على سلم القصر، بتكون الوريثة الوحيدة لكل ثروة لودوموس. وبكده بيخلص فيلمنا. ياريت لو عجبك متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.